أهلا بيكم. حصل قبل كده كنتي قاعدة في أوضتك وفجأة افتكرتي حاجة مهمة لازم تعمليها في المطبخ، وأول ما قمتي وعديتي من باب المطبخ وقفتي مكانك ونسيتي كنتي جاية تعملي إيه؟ وتفضلي تبصي حواليكي وتكلمي نفسك، أنا كنت داخلة هنا ليه؟ انتي مش مريضة زهايمر وعقلك مش بايظ. النهاردة هنكتشف الستار عن 6 ظواهر نفسية مذهلة بتحصل لنا كل يوم، من أول نسيان سبب الدخول لحد الوشوش اللي بتشوفيها في الحيطة ورنة الموبايل اللي بيتهيألك. اسمعيني بقلبك لأنك النهاردة هتكتشفي إن عقلك ساحر بيلعب بيك استغماء. أول ظاهرة هنتكلم عليها هي تأثير عتبة الباب. ليه بننسى لما بنتحرك؟ المخ بيتعامل مع كل غرفة كأنها ملف مستقل. أول ما بتعدي من عتبة الباب المخ بيعمل سيف للملف القديم وريفريش عشان يستقبل الغرفة الجديدة. فجأة المعلومة اللي كانت في الأوضة التانية بتختفي مؤقتا. الحل الوحيد عشان تفتكري هو إنك بترجعي لنفس المكان اللي فكرتي فيه في المعلومة علشان المخ يفتح الملف القديم تاني. وبالنسبة لسر الوشوش اللي في كل حتة فهنتكلم عن ظاهرة اسمها البريدولية. عمرك شفت وش بيبتسم في رغيف العيش أو سحابة على شكل طير أو حتى فيشة الكهرباء حاسس إنها بتبصلك باستغراب؟ دي اسمها البريدولية. المخ البشري مبرمج إنه يدور على أنماط مألوفة علشان يحس بالأمان، وعشان الوجوه البشرية هي أهم نمط بيتعامل معاه فالمخ بيحاول يشوف وشوش في أي جماد قدامه. وبالنسبة لإحساسك إنك عشت اللحظة دي قبل كده فهنتكلم عن ظاهرة الديجا فوي. بتحس إن الموقف ده بيحصل دلوقتي بكل تفاصيله، بالنظرة، بالكلمة، بالريحة. أنت عشته قبل كده بالظبط. التفسير النفسي الأرجح هو تأخر بسيط في انتقال المعلومة بين فصي المخ. فص بيستلم المعلومة قبل التاني بجزء من الثانية، فبتحس إنها ذكرى قديمة وهي لسه بتحصل دلوقتي. هنيجي دلوقتي للموبايل اللي انت بتحس انه رن وهو مرنش. بتكوني قاعدة وتمدي ايدك على جيبك او الشنطة لانك حسيتي ان الموبايل رن او اتهز، وبتطلعيه تلاقي ولا حاجة جت. من كتر ما بتتعلقي بالتكنولوجيا الجهاز العصبي بقى في حالة قلق رقمي، وبدأ يترجم أي احتكاك بسيط لهدومك بجسمك على إنه رنة موبايل. عقلك بيضحك عليكي من كتر خوفك إن يفوت إشعار أو مكالمة. ونيجي بقى دلوقتي لظاهرة بدر ماينهوف. لما بتتعلم كلمة جديدة أو تسمع عن ماركة عربية معينة فجأة تبدأ تشوف الكلمة دي في كل كتاب وتعدي قدامك العربية دي في كل شارع. الحقيقة إن ده اسمه الانتباه الانتقائي. الحاجة دي كانت موجودة طول عمرها بس عقلك ما كانش مهتم بيها، وأول ما عرفتيها بدأ يسلط الضوء عليها ويهمل الباقي. نيجي لظاهرة أحلام اليقظة، وده الهروب الذكي. مين فيكم مش بيسرح وهو بيغسل الأطباق أو راكب مواصلات وبيعمل سيناريوهات في دماغه إنه بقى بطل أو نجح نجاح ساحر؟ أحلام اليقظة هي وسيلة العقل علشان ينفس عن الضغط والملل. هي مفيدة جدا للإبداع، بس لو زادت عن حدها لدرجة إنك تفضلها عن حياتك الحقيقية يبقى ده جرس إنذار إن الواقع بتاعك محتاج تغيير. طيب هنتكلم عن سيكولوجية خداع العقل وإزاي نتعامل معاها. ليه عقلنا بيعمل فينا كده؟ العقل دايما بيدور على طرق مختصرة عشان يوفر طاقة. هو مش بيخدعك عشان يضرك، هو بيحاول يسهل لك الدنيا، بس ساعات بيجلي منه التوفيق. الوعي بالظواهر دي هو اللي بيخليك إنسان ناضج نفسيا، مش بتجري ورا كل حاجة بتحصل، وعارف تفرق بين الحقيقة وبين اشتغالات مخك. في النهاية عقلك ده ليه أسرار كتير قوي، احترمه وافهم ألاعيبه. قولولي في التعليقات أنهي ظاهرة من الستة دول بتحصل لك أكتر حاجة، وأكتر مرة شفت فيها وش غريب في مكان مش متوقع كان فين. أنا سيلا، وده بيتك التاني. نورتوني. شكرا.